السلام عليكم مشاهدينا الكرام. خوتي نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وتكونوا بخير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم اخوتي كما شاهدتوا معايا في هذه الفيديوهات، كما كنتوا شاهدتوا معايا على منظر السكري كيفاش اللي هو كنت شاهدتوا معايا في واحد الفيديو. كنا قلنا بلاصه ديال الرمل، مازال نعاود ندير لكم فيديو ليها. كما كنتوا شاهدتوا معايا اخوتي كانت كتبان صفراء وكتبان جامده في الارض، يعني كانت كما كنتوا شاهدتوا معايا واحد الشمنظر وريتو لكم جهه مزيانه وجهه كانت ناقصه. اذا اخوتي الشمنظر هو هذا ديال الرمل اللي كان كدرت ليه الفوسفات ديال المواد 46. كما شاهدتوا معايا كيفاش كيبان لكم تغير، ان ملي درت ليه داك الشيء وعاود حرطو كيفاش ولا بحالو بحال داك الشمنظر. المسافه الاخرى اللي هي كنتوا شاهدتوها معايا كانت مزيانه، هذا هو اللي كان ناقص. هو هذا كما كتشاهدوا معايا، هو هذا الشمنظر، هذا هو اللي كان ناقص. كنت زدت ليه المواد ضفتها ليه ومازال ان شاء الله كنحرط فيه، يعني كنعطيه المواد وكنعاودو في الحرث ان شاء الله باش يستمر يكون مزيان. هو هذا تغير، لان ملي كتخرج الليالي ما كيبقاش منظر واقف، كيبدا تسخن عليه الارض كيتم غادي وكيجبد. اذا داك اللي كان في الرمل هو هذا بدا تسخن عليه شويه الارض، حيد عليه الليالي وداك الشيء كيتم غادي وكيجتهد. عطيته المواد وهذا وتابعوا مازال من الحرث، وان شاء الله الرحمن الرحيم كيتغير كما شاهدتوا معايا. هاد البلايص كاملين كانوا ناقصين، هادو كانوا ناقصين فيهم البلايص اللي هما كانوا كيبانوا ميتين كاع. عطيتهم غير الملح 46 وعاود زدتهم شويه ديال لانكري هو فوسفات فيه البوطاس وفيه كل شيء، وتغير سبحان الله العظيم. تغير تعرف المواد كلها كتكون ممتازه بالنسبه للشمندر. شوف سبحان الله العظيم، وتغير ما بقاش كيما كان. اعشاب الدار ما بقاش، واخا كتنعاود تنوض يتولي هاد الشمندر كيولي مجتهد على داك الاعشاب الضاره. يعني واخا كتنوض ديك الاعشاب رقيقه لتحت ما كتبقاش تصور الشمندر شي حاجه، كتنوض غير بحال هادي لتحت هادي. يعني ملي كيولي هو شاق الارض بحال هكا، يعني ما كيبقاش هاد الاعشاب الضاره واخا كتعاود تنبت ما كيكونش عندها الجهد بحال ديك الاولى. علاش؟ حيت الشمندر ملي كيولي داير الظل هاد الاعشاب واخا كتكون ضعيفه، داك الجهد ديالها كيولي ضعيف. ان ملي كتكون الشمس مضرقه عليها امتى كيتجهد هاد الاعشاب الضاره؟ كتجهد ملي كتكون الشمس كتبرق فيها مزيان وكتكون عريانه وماشي تحت الظل. ملي كتكون ماشي تحت الظل كتفورسي كتجهد كتربي الغصن مزيان. اما ملي كيولي الشمندر طالع بحال هكا وكيولي الظل هاد الاعشاب نايضه تحت الظل ما كتبقاش عندها السفل باش يمكن ليها غتفوت الشمندر. ديما هي خاصها تنوض، واخا تنوض خاصها تبقى تحت هاد البلايص، غتبقاها بحال هكاك. علاش؟ لان الشمندر فورصه عليها، وملي كيولي الظل صافي ما كيبقاش هذاك السفل ديال الاعشاب اللي غيمص لي داك سميتو داك الفوائد ديال الشمندر ما كتبقاش. ملي كيولي الشمندر قد هكا وجهد من هكا ما كيبقاش مصور ليه هذاك الاعشاب. هذاك الاعشاب هادشي علاش كنعميوها في الاول ديال الشمندر. ملي كيكون يلاه جاي اولا داك الاعشاب مقاده مع الشمندر كتغلب عليه، الا مشات تشد الشمندر كتغلق عليه من الفوق. وانما ملي كتولي الاعشاب غير لتحت والشمندر كيولي فيه تقريبا واحد 50 سنتيم ديال الطول او 45 ديال الطول، هذيك ما تبقاش تصور الشمندر شي حاجه. اذا هذا هو الوضوح اللي بغيت نوضح لكم اخوتي على هاد الاعشاب وعلى هاد الشمندر. حيت الشمندر غير تخدميه في الاول صافي تغلب عليه، ما خدمتيش في الاول صافي تيغلب عليك هو. هادشي اللي كاين. اذا هانتوما تشوفوا اللون ديال الشمندر كيفاش داير، كله تغير. هاد البلايص اللي كنوريكم، هاد البلايص راهم هما اللي كانوا ميتين، هاد البلايص هما اللي كانوا ميتين. هاد البلايص اللي كنوريكم دابا هادو هما اللي كانوا ميتين.
كانوا كيبان لك صفرين وكيبان لك داك الربيع كان طلع عليهم الفوق، هما هادو. ها هو سبحان الله العظيم كله تبدل هذا. شتي كيفاش ولا. ها كامل تغير هذا. شتي هو وصلت لعند الشانطين هي، ومازال جاي هاد البقعة كاملة حتى ماشية لهي، هادي كاملة مغيرة سبحان الله العظيم. ها الله يسامو اللي كنوريكم كلهم كانوا صفرين هادو، هما تغيروا. ها وبالنسبة للغصن ديالهم كيفاش كيولي كيخرج داك الأوراق من التحت. الغصن ديالها هو هذا، شتيه هذا هو الغصن ديالها. كيفاش كيبان لكم كيشق الأرض ملي كيبدا ياكل المواد ديالو، كيبدا هكا الغصن كيشق الأرض ديالها. شتيه الأرض كيفاش كيشق فيها، لأن ملي كيبدا يبان لك الشق هكا عرف جدر بأن راه كيدفع كيغلاط. شتيه المسافه ديال دوك العريقات الشعيرات ديالو كيبداو كيمتصوا داك المواد اللي هي كاينه. ها كامل دابا ملي كتسخن عليه الارض كامل دابا غيبدا يغلاط بحال هكا، كامل غيبدا يدفع كما كتشاهدوا معايا. ها كاين اللي كتطلع الفوق، كاين اللي كتطلع الفوق وتبغي تغلاط، هذا شتيها كتدفع الارض، كاين اللي كتخرج من الارض وكتبدا تغلاط كامل. ها كامل كامل كيبدا. بحال هادي تا هي كيفاش كتشق الارض سبحان الله العظيم وكتبدا تدفع. كاين اللي كتخرج من الارض. اذا اخوتي مازال ان شاء الله نعاود لكم واحد الفيديو اخر ان شاء الله من بعد الحرث ديالو، نعاود لكم واحد الفيديو من بعد نكمل لي الحرث ديالو كيفاش غادي نعاود لكم فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، وما تنسوش اخوتي دعمونا بلايك ابونيو، وغنبقى نعاود لخوتي ديما حتى النهايه ديال الشمندر ان شاء الله. اذا اخوتي باش نطولش فيديو، دمتم بخير والى اللقاء.